مفيش بيت مصري وراهن على كده ما بيعملش العادة دي، وللأسف ما يعرفوش ان العادة دي سبب طاقة سلبية وأمراض ومشاكل كتير في البيت من غير ما يحسوا. مش بس كده، وفقر كمان. عايزين تعرفوا ايه العادة دي واللي مستحيل تلاقوها غير في مصر بس؟ كملوا الفيديو. ازيكم؟ في مصر، وفي مصر بس، ومع الستات المصرية الجدعة الأصيلة، أنا مش ضدهم خالص، أنا مصرية زيكم يا جماعة، وكنت بعمل اللي أنا هقوله لكم ده، بس لما عرفت وبطلت فرق جدا في حياتي. مين فينا ما بيمسكش الهدوم القديمة وبالذات القطن وفانيلات الجوازنة القديمة وناخدها ونستخدمها كفوط للمطبخ أو حتى لمسح الأرضيات؟ طب عمركم فكرتوا المشاكل والأزمات اللي بتحصل لجوزك أو الأزمات اللي بتحصل بينك وبينه لما تمسكي هدوم من هدومك أو تمسكي هدوم من هدومه وتستعمليها في التنظيف، سواء كان في المطبخ أو في تنظيف الأرضيات أو حتى في التلميع؟ حضرتك بكل بساطة بتعملي طاقة سلبية للشخص، وبالظبط كأن احنا عملنا لهم عمل، ولكن لا بالمحبة ولا بالود. للأسف الحركة دي بتخلي البني آدم يعيا، يتعب، يمرض، يصيبه الفقر. الفلوس تلاقيها جاية رغم ان هي ممكن تبقى كتير، زي ما بتيجي زي ما بتروح. فشل في كل حاجة، حتى مفيش سعادة، مفيش انبساط، خناق، مشاكل في البيت، حتى خناق بين الأولاد. لو بتاخدي هدوم ولادك وبتعملي بيها كده، أرجوكي أرجوكي بطلي. خليني أقول لكم إن أنا كنت بعمل كده في هدومي أنا شخصيا، واكتشفت أمراض كتير جدا وتعب وقلق وزعل وضيق وضيق في الرزق وحاجات كتير قوي لما بطلت أعمل العادة دي. وفعلا بقت الحاجة اللي بتقدم بغسلها الأول كويس جدا، بغسلها بمية وملح، بعد ما بغسلها وبعد ما بتنشف بنقعها في مية وملح، أو قبل بنقعها في مية وملح وبعدين بغسلها. خلاص بعد كده بنشرها بعد ما بتنشف، يا إما بديها لحد محتاج عشان ما يتنقلش طاقتي. لو عندي طاقة وحشة ليه، لازم أتخلص من طاقتي ومن أي ريحة ليا أو أي تردد ليا بالشكل ده، وبعدين اقدر اديها لحد محتاج. لو هي مهريه بقى قوي برميها يا جماعه، والله برميها. تمام، وطمنوا انتوا طالما غسلتوها بميه وملح، وطالما ان انتوا بعد ما غسلتوها بميه وملح غسلتوها عادي بقى في الغساله وحطيتوها تنشف، هترموها صدقوني محدش هيعمل بيها حاجه. بس صدقوني انتوا حتى بعد ما تعملوا كده وتستخدموها في التنظيف، انتوا بتوصلوا طاقه سلبيه معينه بتوصل للشخص انه حاجتك الشخصية دي بتستخدم في التنظيف والمسح والكنس والتلميع. فبالظبط كده زي بالمعنى الحرفي كأني بقول انا بمسح بنفسي الارض، انا بمسح بالشخص ده الارض، انا بخسف بيه الارض. يبان كلامي يمكن لبعض الناس انه خرافات، بس صدقوني الكلام ده حقيقي وعن تجربة والله فرقت معايا جدا. فانا حبيت افيد ناس كتير، لان ناس كتير بتعمل الحكاية دي وهي مش في نيتها حاجة غير انه اوفر. لا يا جماعة، لان انتوا بتوفروا ده وبتلاقوا نفسكم فلوسكم بتخلص. هاتوا فوطة 2 3 4 كل شهر، لو جبتي فوطة هتلاقي اخر السنة عندك كم فوط محترم جدا، مش هتحتاجي تستخدمي لا هدومك ولا هدوم جوزك ولا هدوم اولادك. ارجوكوا يا ريت نبطل العاده دي، واكتبوا لي في الكومنتات لو انتم ملاحظين قلق ومشاكل في بيوتكم وانتم بتعملوا العاده دي، ولما تبطلوها ايه اللي هيحصل. وبرجعوا للفيديو واكتبوا لي في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واللايك، وشيروه بقى على اوسع نطاق عشان ننبه اللي مش هيلحق يشوف الفيديو او مش هيوصله. دمتم بخير وسعاده.